السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي نعمل وصفتنا اللحمة المشوية. معايا نص كيلو من اللحمة المشوية، دقدقته كده بالشاكوش الخشب، وبعد كده هنحضر التتبيلة: ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وسماق وجنزبيل وزعتر، كل ده بودر، وبصل بودر وورق من الرورة. معايا بقى معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من المستردة، ومعلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة كبيرة من الخل، ونص معلقة صغيرة من العسل الأبيض أو عسل الأسود. هاخلطهم كلهم كده مع بعض، وهانزل كده باللحمة بتاعتنا. انت ممكن تعمليها من بالليل تاني يوم. انا عملتها قبليها بساعتين زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها بقى كده كلها كده، وهسيبها على جنب لحد ما اعمل بقية الوصفة بتاعتنا زي ما انت هتشوفوا كده. معايا بقى كده حلة على النار، نزلت عليها بمكعب زبدة، ومعايا معلقتين زيت، وبعد كده هنزل عليهم ببصلايه متوسطة وقرن فلفل كده متقطع صغير زي ما انتوا شايفين. انا مش هحمر البصلة، انا هديها بس تشويحة، وبعد ما تتشوح كده هنزل عليهم بطماطمية متوسطة، هديها تشويحة برضو، وهنزل عليها بالفلفل الاسود. انا جايبة من عند العطار خلطة الرز البسمتي اللي هي الكبسة. بجد تحفة يا جماعة، وهتغنيكي عن اي بهارات تحطيها، وفيها كل المكونات، وطعمها خطير، وب10 جنيه هتقعد معاكي مدة كبيرة. بصوا كده. بعد كده هانزل بقى بكمية المية. لو انت مش هتنقعي الرز البسمتي، كوباية الرز البسمتي قصادها كوبايتين مية، هتنقعيه يبقى كوباية قصاد كوباية. هانزل بالملح بتاعنا، واول ما تغلي الميه هنزل على طول بالرز بتاعنا، هغسله وانزل على طول كده، واول كده الميه يتشرب هوطي عليه. تعالوا بقى نعمله شويه سلطه كده بجد تحفه وخطيره. معايا كده خيار وبقدونس، وبعد كده هنزل بطماطم وبصل، وهنزل عليهم بملح وسماق وشويه من الشطه. هديهم خلطه كده، وبعد كده هنزل عليهم بعصير نص ليمونه زي ما انت هتشوفوا كده، وهنزل بنص كوبايه من الميه. شوية سلطة بجد تحفة يا جماعة، ولا شوية المية بتاعتها خطيرة. انت عايزة تزودي اكتر من نص كوباية براحتك خالص. بجد تحفة يا جماعة، وكل ما بتقعد المية بتشرب من التتبيلة بتديكي طعم خطير. بجد هي دي سلطة الحاتي. تحفة 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 بجد، ولونها كان خطير، بجد خطيرة. ونزلت عليهم في الاخر بمعلقة من الزيت تديها لمعان كده للخضرة. بصوا بوريكم كده المية بتاعتها، بقينا نشرب المية اكتر ما بناكل السلطة. بصوا الجمال. برضه هركنها على جنب. معايا بقى كام بطاطسايه كده سلقتهم وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، وهحمرهم. بصوا بقى الرز المفلفل بقى خطير يا جماعه، وريحته خطيره، وبجد التوابل بجد خليتك تستغني عن اي حاجه. معايا بقى جريلا على النار، يا دوبك مسحتها مسحه بسيطه بس من الزيت، وهسيبها تسخن جدا جدا جدا، وانزل باللحمه بتاعتنا. لازم تعمل تش كده يا جماعه وتسمعوا الصوت. بصوا الجمال. بصوا كده الريحه خطيره يا جماعه، بجد تحفه تحفه، احسن من بره، وكانت دايبه دوب. وهقلبها على الوشين، واول ما تستوي هطلعها كده في الطبق وهغطيها زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، خطيره. بصوا بقى السلطه، ولا عملت بقى شويه طحينه. طبعا الطحينه انا اصلا عاملاها في البيت، وكمان بقى كده عملتها هنا زي بتاعة الحاتي بالظبط. بجد كانت تحفة وتقيلة. ولو عايزين طريقتها قولوا لي في الكومنتات. بجد تحفة. يعني بصي الصينية دي بنص كيلو لحمة، لو اكلتيهم من بره هيكلفوكي كام؟ انت بقى ضامنة نظافتها، وعملتي عمايل ايديكي كده بجد، وبهرتي نفسك وبهرتيهم، واي ضيف يجيلك بجد مش هيصدق ان انت كده عاملاها في البيت. خليكي كده شيف براك في نفسك، وخليكي واثقة من نفسك، واعملي الاكل في البيت انضف واحسن. يا رب الوصفة تعجبكم.